وده اللي هيوديني لاخر حاجه عايز اتكلم فيها، وهو موضوع كهربا. كهربا اخر ماتش ليه مع النادي الاهلي كان في اكتوبر 2021. بعديها كان في بطوله العرب، يعني كهربا اخر ماتش ليه مع الاهلي كان قبل بطوله العرب، وبعد كده كان في بطوله العرب، فاكرين؟ كان في شهر 11 ولعبنا بطوله العرب ورجعنا، كان كهربا اتباع لتركيا. وكان اخر ماتش لكهربا من 440 يوم، يعني سنه وشهرين تقريبا، سنه وشهرين ثلاثه، سنه وشهرين وشويه، يعني من 14 شهر اخر ماتش الكهربا. تمام؟ طب كهربا بقاله قد ايه في النادي الاهلي؟ كهربا دي ثالث سنه في النادي الاهلي، يعني كهربا مضى مع الاهلي 4 سنين، دي السنه الثالثه. لعب سنه، وبعد كده السنه الثانيه لعب في البدايه وتم راح تركيا، وبعد كده رجع اتوقف بقاله 6 شهور موقوف، وبعد كده رجع لعب. فطلع بقى بعض الناس: ايه يا عم خالد، كهربا لعب ايه؟ انتصرنا عليكم، الاهلي جامد، انتصرنا عليكم، كهربا لعب. كهربا عمل 2 اسيست وجاب جون في سموحه وجاب جون في الهاني سليمان. ايه يا عم خالد في ايه؟ انتصرنا، الاهلي جامد، الاهلي انتصر. يعني ايه انتصر؟ يعني ايه الاهلي لعب؟ طب ما كهربا لعب سنه قبل ما يتوقف، ما راح لعب في تركيا. هي القصه قصه لعب؟ ايوه، اصل انتوا قلتوا اللوائح ما تنفعش، وكهربا هيلعب لشهر 9 اللي جاي، وكهربا هيدفع نص الفلوس، وكهربا هيقسط غصب عنكم. طيب، وكهربا راح باس الفانيلا وراح للجمهور، والجمهور قعد يقول كهربا يا كهربا، ومجلس الاداره كهربا لعب، والجمهور الاهلي اوعى كهربا لعب. طب الله، طب انا ببوس الفانيلا بتاعت الاهلي، وجمهور الاهلي بيغني الكهربا، ومجلس الاداره فرحان ان كهربا لعب، ما تدفع الفلوس لكهربا. هو انتصار من غير فلوس؟ طب انت كهربا جامد، وكهربا عمل 2 اسيست وجاب جون، ده كهربا ده صفقه جامده جدا. طب بدل ما تدفع محمد كريستو $1,300,000 لعيب مواليد 2003 ما يفرقش عن مصطفى سعد ولا زياد طارق اللي كان عندك، ولا تروح تدفع لك عدل القيعي يقول لك هندفع مبلغ رهيب في اللعيب الاجنبي اللي جاي، ما تدفع في كهربا يا سيدي. ما كهربا صفقه حلوه اهي، صفقه بتجيب لك اجوان وبتعمل لك اسيست، ما تدفعش ليه؟ لا انا عايز انتصر من غير ما ادفع فلوس. طب كهربا بقاله سنه ما لعبش، مش مهم، المهم لعب. طب كهربا على فكره قدامه 6 ايام، بكره اخر يوم ليه عشان يرد على الاتحاد الدولي وما دفعش ليه، مش مهم. طب كهربا عنده يوم 2 فبراير لجنه الانضباط، ممكن تتخذ عليه حكم تاني، مش مهم. طب كهربا ممكن يلعب لشهر 9، طب لو لعب لشهر 9 وانت ما تدفعش الفلوس، مش مهم، يروح في 60,000 سلامه يتوقف بعد كده، ما عندناش مشكله، احنا ما يفرقش معانا كهربا، احنا اهم حاجه عندنا الزمالك، احنا انتصرنا على الزمالك، كهربا لعب. طب كهربا مش لعيب مهم، مش مهم، 60,000 سلامه، احنا عندنا اهم حاجه ان كهربا. طب ما تدفع له الفلوس. لا مش هدفع له الفلوس. ليه مش هدفع له فلوس؟ طب كهربا ما تدفع الفلوس، طب انت بتحب الاهلي والاهلي بيحبك، وكهربا بيموت في الكوره، ومجلس الاداره فرحان، والجمهور بيغني لك، ما تدفعوا الفلوس. واي مفيش فلوس ولا ايه؟ ده انتوا معاكم 2.5 مليار الميزانيه بتاعتكم، ورعاه وكل يوم راعي وبتاع، وتروح تجيب مع لعيب اجنبي ولعيب تونسي ولعيب مصري، فلوس حلوه و5 فروع وبتاع، ما تدفع لكهربا. بقول لك ايه مرتضى يا منصور، انت هتقسط غصب عنك، هتقسط فلوس كهربا غصب عنك. حرام يا اخي، كهربا ده لعيب كوره، قسط له يا مرتضى، يا مرتضى قسط له الفلوس. الناس بتطلب من مرتضى منصور، مع حفظ الالقاب طبعا، رئيس النادي، بيقول له مرتضى والنبي بعد اذنك قسط الفلوس لكهربا عشان يلعب في الاهلي. طب ما تقسط يا اهلي لكهربا عشان يلعب عندك. يعني حاجه غريبه قوي. طب ما تدي الفلوس لكهربا، ها،
واعملها له انت القسط. يعني انت عايز تقسط لكهربا مثلا، مستشار مرتضى منصور يقسط لكهربا ليه؟ هو ابن خالتك؟ يعني يقسط الكهربا ليه؟ مصلحه الزمالك هياخد 80 مليون جنيه عشان يلعب في الاهلي؟ يعني انا بقسط في واحد خني وهرب مني وراح يلعب في النادي المنافس واتعمل له كوبري وافلام فقسط له عشان يلعب عندك؟ طب ما انت لو انت بتحبه ما تقسط له انت. حاجه غريبه قوي، اديه 80 مليون وقسط له على 3 4 سنين، ولا انت هترميه بعد سنه؟ ولا انت كان اللقطه اهم حاجه عندك؟ انت اهم حاجه عندك اللاعب ولا اللقطه؟ لو اللقطه يبقى عندك حق، العب النهارده لعب خلاص. لو ما توقفش شهر 9، شهر 9 اللي جاي هيبقى عدى 3 سنين، فاضل له سنه نمشيه والف سلامه، ما يفرقش معانا، احنا خلاص انتصرنا كده. دي انتصار المبادئ والقيم والمثل. وزي ما قلت لكم يا جماعه، دايما قلت لكم الحمد لله ان انا زملكاوي، والله ما بهزر. انا بقى شخص بغلط، مش ملاك، انا مش ملاك، انا مش ما عنديش غلطه. مستشار مرتضى منصور شخص بني ادم عادي بيغلط ويقول حاجات صح ويقول حاجات غلط وقراراته سليمه وقراراته خاطئه، بني ادم عادي في اي مجال عمل عام. لكن انت مش ملاك. ما تجيش تقول لي عصام الحضري هارب، والله ما يرجع ابدا. عصام الحضري ده وحش افريقيا يا جدع، يا جدع ده وحش افريقيا، ده احسن حارس في افريقيا. والله لو بقى مين القيم والمبادئ ما ترجعوش، ده هرب من النادي الاهلي، هرب من النادي الاهلي. طب كهربا هرب من الزمالك؟ لا لا، ما انا اللي بيهرب من عندي غير اللي بيهرب من عندك. القيم بتاعت الهروب من الاهلي غير قيم الهروب من الزمالك. قيم الهروب من الزمالك تبقى مبادئ عندي، وقيم الهروب مني تبقى مفيش قيم ولا مبادئ طالما هربت من عندي خالص. هو ده بس اللي انا عايز اعرفه وعايز افهمه. القيم بتتقسم ازاي؟ المبادئ بتتقسم ازاي؟ الهربان بيتحسب هربان ازاي؟ وانت مره واثنين وثلاثه، لو انت فعلا بتحب كهربا، لو انت فعلا شايف كهربا لعيب كبير، لو انت فعلا شايف كهربا صفقه مهمه، لو انت فعلا شايف كهربا لعيب مهم للاهلي، بدل ما تروح تجيب لعيبه بالملايين ولعيبه ناشئين بالملايين دولارات، كنت دفعت الكهربا وقسطت له على كذا سنه، بدل ما تطالب مرتضى منصور ان هو اللي يقسط له عشان يلعب لك. وده الغريب والعجيب اللي بيحصل في الكره المصريه.